الموقف هو اللي بيبين لي الشخص اللي قدامي. الحكم على الآخرين لازم يجي نتيجة المعاملة. يعني ما ينفعش أحكم على حد من خلال النظرة أو ده قال كلمة. من طريقة تعاملهم معاه، من خلال التصرفات. لازم يبقى فيه نوع من التعامل مع الناس الآخرين عشان ما أقدرش أحكم عليهم مرة واحدة. لازم يكون في تعامل. يعني هو الواحد بيحكم على اللي قدامه بيهان شخصيته وخلال معاشرته ليه ومعرفته من معاملته معاه، من شخصيته، من اسلوبه في الكلام، من طباعه. اذا كان اللي قدامي دوت انسان متدين مهذب، لسانه حلو مع الناس. طريقة تفكيرهم، شكلهم في الأول طبعا لازم شكلهم، يعني الشخصية، معاملاتهم. ما ينفعش الفيرست امبريشنز دي خالص، ما ينفعش طريقة الكلام، لازم يبقى الناس تاخد فترة ان هي تحكم على البني آدمين. والله انا الصراحة انا اكلمك انا هبعد عنه. هتكلم معاه عادي خالص، بس إذا عرفت إن أنا أنصحه، إذا ما خدش ده من المحمل السيء بالنسبة ليه هو، طبعا هتكلم معاه لان هو شعور بيبقى مرض. اعمل معاه اول حاجه في حرص طبعا شديد، يعني اخليه يمشي في الطريق كويس، بس دي بتبقى حاجه مش بارادته، بتبقى غصب عنه. عامله عادي. هتعامل معاه من المنطلق ده، مع برضه يعني لان هو ده حاجه ما هو ملوش ذنب فيها، فانت بتضطر ان انت تتحفظ معاه نسبيا وتتعامل معاه من منطلق ان هو محتاج علاج. مش لازم انسان مريض، يعني لازم انصحه ولازم يعني اخليه يتعالج يعني، ولازم اقف جنبه عشان ما يضيعش يعني. اكيد ده مرض، ما هو الشاذ جنسيا ده مرض زي السرقه داء، فهتعامل معاه على انه مريض. ما ينفعش اتعامل معاه باسلوب تاني والا هبقى بظلمه. لا اكيد مش هكلمه تاني يعني. لو هو حد انا كنت اعرفه قوي اكيد يعني هنصحه، بس تقريبا هبعد عنهم تقريبا. بس لو ممكن ان هي لو صاحبتي قوي اقرب منها لان هي كده بتعمل حاجه غلط، فالمفروض ان انا انصحها بقى. اصل انت لو كل الناس سابتها خلاص هتفضل كده يعني. هو فريش فول اكيد هتقرف منه، بس اللي هو ممكن مثلا اروح اقول مره واتنين ده حرام، ده ملوش اي لازمه، بعد كده هتحس ان انت غلط، انت غلط. يعني الحاجه الصح اللي ربنا قالها في اي دين وتافر، هو راجل وست كده. فهو مريض نفسيا، وانا ما احبش ان انا اخليه ايزوليتد عن المجتمع. المفروض احنا نحاول نعامل المجتمع ونعلمه ازاي يتعامل مع الناس اللي زي دي. كان ممكن تبقى انت مكانه، تكون في التوبة طمار او تايه ومحدش قاله الصح طريقه ازاي. ادعي له ربنا يهديه ويغير عمره الجاي، يجيلنا امل دايما ويروح كالعادة، فاكرين الطريق الصح ما فيه السعادة.